اول حاجه خلينا ابقى زي الالمان، لازم اجيب فطار قبل ما اروح على القطر لان حرفيا ما فطرتش وجعان جدا جدا جدا. مش عارف اخد ايه، بس الصراحه اشوف الدبانه بتلعب فيفا مع الكرواسون. لا مش هاخد اي حاجه من هنا، ممكن اخد عيش بني مع بيض وجبنه. حرفيا ده السندوتش الرسمي اصلا اللي انا بطلبه قبل اي سفريه او اروح اي مدينه. فحلو المكان حتى فاضي، ما فيهوش زحمه. انا طلبت قلت له اقعد ياخد حوالي 5 دقايق تعمل لي السندوتش وبعدين اخده وانطلق على المحطه. يعني عايز اقول لكم رغم ان المكان ما فيهوش زحمه بس هادي جدا. حتى لما يكون في زحمه الناس لما بتتكلم هي بتتكلم بصوت واطي جدا، بيبقى الصوت عالي عشان ما يسببوش ازعاج للناس التانيه. فالاماكن دي تحس ان هي هاديه وللاسترخاء. فشوفوا مكان روعه جدا. ده مخبز زي الطابونه كده. شوفوا حتى ده المنيو بتاعهم، تقدر تعمل للكود مسح واشوف المنتجات اللي بيبيعوها كده. انا عايز اقول لكم ان الجو النهارده اكتر من الرائع. كان الصبح شمس وحر، دلوقتي بدا يغيم ونسبه الرطوبه بقت يعني حلوه بشكل كبير قوي. فالجو بقى ممتع للخروجات. طبعا انا فضلت واقف هنا شويه عشان اتفرج على الرصيف اصلا اللي المفروض اركب منه. هو في رصيفين بس، ولكن ديت الشاشه الغلط، فلازم اروح على الرصيف الاول. احنا هنتجه على مدينه دوسلدورف لان عدنان اصلا موجود هناك. القطر بيروح على هولندا كالعاده لان هولندا جنب دوسلدورف وكده. بس شوفوا المدن الكبيره اللي بيروحها القطر هنا. طبعا الاسانسير عندهم بايظ، عمره ما اشتغل، عمره ما جيت ولقيته شغال، دايما بايظ. عايز اقول لكم لان اصلا محطه القطر او القطارات هنا يعتبر وسيله مهمه جدا بالنسبه للالمان، فتلاقي المحطه دايما زحمه. ولكن دلوقتي الساعه 2 فلسه فاضيه. ليه؟ لان احنا بقينا في اجازه الصيف المدرسيه، فكل الناس دلوقتي طالعه وتسافر دول تانية اللي هي الزوما فيريان بيستغلوها الاجازه العطله الصيفيه ويسافروا دول تانية، عشان تلاقي المحطه فاضيه. انما لو احنا مثلا ايام المدارس مش هعرف اقعد القعده ديت من زحمه وتقدس الناس، لان المدينه ديت الوحيده اللي فيها المدارس اللي بيجي ليها كل الطلاب من جميع انحاء المدن التانية وكمان القرى الريفيه التانية. شوفوا المطار جنبي بحوالي 10 دقايق بس، والمطار ده بتاع دورتموند ولا عمري في حياتي سافرت منه. يعني تخيلوا دلوقتي الناس كلها اصلا صاحيه من النوم تتغدى وصايحين فريش، وانا بفطر. ده فطوري لان صاحي من النوم بدري. ففي الحقيقه فطرت موزه وتفاحه، ولكن ما اكلتش لا اي مخبوزات ولا اي حاجه تانية ما بعد الموزه والتفاح. نظام صحي عميق. حتى العيش بتاعي العيش البني ده باكله من 4 سنين فاتوا. ما بحبش العيش الابيض حرفيا. يعني نظام اكل مش افضل حاجه. لما اقلب الغدا فطار. اخي معروف ان بس القطر يقف لازم تستنى قبل ما تركب القطر، تستنى الناس كلها تنزل وبعدين تركب. لو عكست الموضوع نوعا ما الالمان هنا هيفضلوا يزعقوا لك. فالالتزام والنظام عندهم انضباط كبير. شوفوا عندي بوابة النزلة هنا أو الخروج من المحطة كانوا يكتبوا دايما مرحبا من ضمن لغات العالم اللي بترحب بالزوار. شالوها بالعربي مش عارف ليه. أكتر حاجة بستغربها الألمان اللي بيجيبوا الكلاب بتاعتهم دول وبيكونوا من ضمن خطة السفر معاهم كأنهم واخدين شنطة لبس. يروحوا أي مكان ياخدوا معاهم الكلب. حتى العجل هنا يعتبر وسيلة النقل المهمة من بعد الوسيلة الأساسية من القطارات وكمان الأتوبيسات. شوف الزحمة عاملة ازاي، الناس بتمشي تخبط بعض وكأنك في أحد الأسواق التجارية لمحلات الملابس. هنا تلاقي مطاعم، تلاقي كافيهات، كرواسون، حاجات كتير. حتى المحطة يقوموا بتنظيفها يوميا باستمرارية بالعربية الغريبة العجيبة دي وكأنها مكنسة كهربائية تمسح وتنظف. الأرض بقت مبلولة بسبب إن الجو حر. كنت صراحة داخل عايز أجيب مية بس غيرت رأيي خالص ولقيت العصير بتاع المانجا ده فقلت أجربه. صودا فيها شوية مانجا بس في نفس الوقت الطعم مايل للأورنج للبرتقال بشكل أكبر. فالمانجا أحسها نكهة بعد ما أشرب ويختفي الطعم. ده تبقى مانجا حبيبي. فعطول تبقى مانجا. فطعمها مش مانجا غير شويه صغيرين قوي كده. طبعا عدنان دلوقتي مستنينا اصلا في البلده القديمه بقاله يمكن اكتر من ساعه. بسبب ان القطر اتاخر فانا رايح عليه متاخر مش جاي على ميعادي. يعني المحلات الصينيه والتايوانيه والتايلانديه وكل ما هو من جنسيه اسيويه تلاقيهم هنا فاتحين ويبيعوا مكرونات واكل التقليدي بتاعهم مش شرط مكرونه وكده. المحلات هنا الستايل الصيني بتبهرني كل يوم حرفيا. وعايز اقول لكم ان 99% من المطاعم والسوبر ماركتس اللي دخلته هنا من تبع الصينيين او اليابانيين، فاللي لاحظت انهم بيجيبوا عماله من بلدانهم الاصليه وما بيعرفوش يتكلموا اللغه الالمانيه، ما بيعرفوش يتكلموا غير انجليش.
فعلشان كده لما تيجي تتكلم معاهم الماني مش هيفهموك، فبحسهم انهم بيسترخصوا الموضوع وعندهم انتماء لابن بلدهم ان يجي يشتغل في محلهم او في المطعم بتاعهم اولى وافضل. انا من ناحيتي واحده من اهم الانجازات والاحلام اللي نفسي احققها ان شاء الله هتكون في سنه 27 ان احنا هنزور احد الدول الاسيويه، ومن ضمنهم هتكون الصين. بحب جدا الثقافه الصينيه، بحب جدا البيوت التقليديه الصينيه بتاعتهم، فالشعب شعب محترم جدا. فان شاء الله هتكون ديت من ضمن المخططات اللي هتكون في السفريات السنه الجايه باذن الله. فعلشان كده هيكون في انشطه وسفر كتير باذن الله من ضمن تحدي ال100 دوله اللي هنوصل لها. رغم ان زرت مدن كتير قوي هنا في المانيا كبيره وصغيره، ولكن لاحظت ان المدينه ديت هي الوحيده اللي موجود فيها مترو تحت الارض، تروماي فوق الارض، موجود فيها كل الوسائل المتاحه اللي بتخليك تتفرج على المدينه وانت راكب المواصلات، عكس المدن التانية الكبيره الصراحه. فديت واحده من اجمل المدن الالمانيه اللي بزورها دايما. المكان ده من كتر مش عارف اتكلم، خلاص ماشي ما يقدرش اذيه. المكان ده بس اخش في الشارع ده مخصوص بسبب المباني المرصوصه جنب بعض ديت، والمطاعم والمحلات. طبعا لازم هنا كل اللي شغالين في المطاعم او في الكافيهات يكون لهم زي موحد بنفس اللون، كل مطعم له زي مختلف علشان خاطر ما يبقوش شبه بعض وبيقلدوا بعض. بس ادخل المكان ده احسه ان مكان اثري وفي نفس الوقت مكان للاغنياء فقط، بسبب عده العربيات والماركات المشهوره اللي بتيجي فيه. ثانيا كمان ان بحسس ان انا في باريس. شوف تلاقي المحلات هنا بتبيع ماركات هوجو، ملابس، تيشيرتات، بناطيل جينز، بدل في نفس الوقت. تلاقي برضه هنا تكون غالية جدا، بنطلون عامل 130 يورو، مش هتكون رخيصة تمام. لأنها ماركات. حتى التكاسي عندهم تلاقيها مرسيدس هنا ممكن تلاقي أودي كمان، سيارات فاخرة للنقل الزباين على المدن أو الأرياف أو الأماكن اللي هم جايين منها بشكل عام. فالتكاسي مش عشان خاطر احنا في مدينه هنا واحده من ضمن المدن الغنيه هنا في المانيا فقط تلاقيها مرسيدس بقى، اعلى موديل، تسلا، الحاجات ديت، لا ده كمان في الارياف كذلك اللي عدد سكانها ما يتخطاش حوالي 10,000 نسمه، تلاقي هناك برضو العربيات الفخمه ديت موجوده. شوفوا هنا متجر ابل الضخم ده، 99% من مدخله فقط زجاجي، وعلامه التفاح هتلاقيها في النص كده منوره، يعني هو عظمه. فتعالوا نخش نشوف شويه ايه الحاجات اللي عارضينها جوه. حرفيا وانا داخل المتجر اصلا مش طبعا في تكييفات بعيد عن الحر بره، ولكن تحس نفسك ان انت في مكتبه اصلا مش في محل بيبي محل موبايلات. شو هنا هتلاقي ما شاء الله الايبادات، هنا اللي هتلاقي السمارت ووتش بتاعت ابل الجديده الالترا 3، وعندك الاس اي 3 كمان، عندكم منها هتلاقوا الايفونات. طبعا الايفون 17 احنا اتكلمنا على اسعاره قبل كده اصلا بشكل عام، فمش محتاجين يعني ان نعمل اعاده تكرار واوريكم الاسعار بشكل عام تاني يعني. ولكن بحسش نوعا ما ان في فرق كبير. لسه هنشوف ال 18 برو ماكس هيبقى شكله عامل ازاي. فالمكان اصلا شكله من جوه شوف عامل ازاي، زي ما بقول لكم تحس انه مكتبه. هنا هتلاقي قسم اللابات، فكل قسم الاجهزه الالكترونيه، الساعات، اللابتوبات، التليفونات بشكل عام او الايبادات، كل ترابيزه عليها نوع من انواع المحتوى اللي يخص ابل. حتى هنا المحل الياباني ده حاطط هالو كيتي، بس الراجل مغطيها. وسع يا عم الحاج شويه، ده محل فقط للاكسسوارات وذهب وكده، خواتم. هالو كيتي شخصيه كرتونيه مشهوره جدا. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، انتشار المسلمين في كل مكان، راكبين السكوتر بما يرضي الله. الحلو في المدينه هي المحلات اللي موجوده في كل مكان والتسوق وكده، ولكن الوحش بقى الواحد ماشي في السوق حرفيا هو العجل. تبقى ماشي كده في الطريق في امان الله، وفجاه تلاقي واحد طالع لك بعجله من ظهرك ممكن يشيلك لو انت ما خدتش بالك. طبعا هو مش ممنوع، في بعض الاماكن بيكون ممنوع فيها ان الواحد يركب الدراجات،
او السكوترز والحاجات دي بشكل عام. ولكن انا دلوقتي ماشي في شارع كله عجل ومشاه وكله متلخبط اصلا. من ابسط الادوات المطبخ، اذا كانت حله طاسه اللي بنعمل فيها البيض، والمواسير بتاعت السباكه اللي بتجيب لنا الميه، عارضها هنا كده ويقعد يطبل بيها بالعصايه اللي معاه ويعمل اصوات موسيقيه. يا جماعه هتلاحظوا هتلاقي هناك عدنان، شوفوا واقف اهو، شوف انا عرفته من ظهره، عرفت. عامل ايه يا حبيب قلبي؟ اخبارك ايه؟ حبيبي ابو حميد، عامل ايه؟ عامل ايه اخبارك؟ المانيا نورت، قسما بالله المانيا نورت كلها يعني. والله شوف كلمة حق، الراجل ده قلبه طيب ويقول كلمة الحق دايما على لسانه، ما بيخبيش نهائيا. انا جاي عشانك هنا، انا باجي دوس الدور كمان عشان احمد محرم موجود فيها. عجبتك المدينة؟ حميد وكمان واحمد في الفيلم. يا سلام، تحياتي ليهم. عجبتك المدينة ها؟ طبعا. ناسها طيبين ولا؟ لا حلو، لسه هنجرب مع بعض ونلف مع بعض. احلى لفة هنعملها بقى ونطلع بره الريف احلى لفة جميل وكل حاجة. هو هتتعرف على ثقافة المدينة كمان ان شاء الله ابو حميد. طبعا دخلت هنا براند اسمه ابولو بتاع نظارات، يبيع النظارات الحديثة التكنولوجيا، موجود فيها كاميرات مجرد انك تلبسها يعرض عليه في خريطة زي ما صورتها اللي كانت مع واحد صاحبي في الصين، اللي هي مش شغالة، هي مطفية دلوقتي، مش هتشوف كويس. احس ان البيضة مايلة على الجانب الكلاسيكي شوية باللون الاورنج الغريب ده. واو، شوفوا عامل شكل غريب عجيب. بس دي نظارات، لو انا بصور مثلا محتوى في الشارع هيعرفوا ان دي نظارات، انما لو لونها اسود فمش هيبان، اللون الاسود بيخفي وشويه الكاميرات. بس عايز اقول لكم ان اقل نظاره من دي بتبدا من 700 يورو، تخيلوا، بس بالمميزات والذكاء الاصطناعي اللي مشغلها بشكل كويس. طبعا كل ديت نظارات ريبان وتعاون مع شركه ميتا، مكتوب فوق هناك اهو. فمطلعين كواليتي حلو جدا للنظارات، حرفيا للمستقبل، نظرة المستقبل اللي بيحبوا التصوير بدون ما يمسكوا الكاميرات وكده، الرياضية وكده. واحدة من الحاجات الرفاهية اللي ممكن نشوفها هنا شركة ابل، طبعا عندها النظارة الخاصة بيهم، تقدر تحس يعني تقدر تلعب العاب كده معددة. ده طبعا موظف في ابل معاه الايباد، فيلعبوا بعض الالعاب كأنهم داخل بالظبط عالم الرسوم المتحركة. اللي لاحظت طبعا ان في طلاب كتير جدا من مستوى انحاء العالم بجنسيات مختلفه. ده معزول عن العالم طبعا، بيجوا عشان يدرسوا هنا، تعرفوا. ده معزول عن العالم طبعا، انت معزول لان السماعتين اصلا بشكل عام حديث احنا في ابل. اقسم بالله انا سامعك، سامعني خالص جدا. ماشي. طب انا هقول ايه دلوقتي؟ طب اشغله ازاي؟ لازم نوصله بالايفون. خد الايفون اهو. بس انا هتشتغل دلوقتي. شغال؟ هو مش سامعني اصلا، ده اجرب سماعه. ادينا واحده بالرعش كده اللي صنع المنتج ده شخص عبقري وخرافي، عرف يعمل عازل الصوتي انك ما تسمعش اصلا وانت بتتكلم، ولكن انا بتكلم حاسس اني بتكلم من عالي فقط، لا سامع صوت ولا حاجه. عايز ارقص هنا.